بسم الله بديت ولا نبي صليت. واش راكم خياتي؟ واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل بخير وعلى خير. على بالي بلي طولت عليكم، سامحوني البنات، كان عندي شويه ظروف. اليوم جيت وما جيتش هكاك، جيت ما جيتش يديا فارغين. جبت لكم بسبوسه سهله واقتصاديه، البسبوسه تاع زمان تاع سيده رزقي كانوا يديروها لنا امهاتنا، اقتصاديه بحبه بيض، تقطع كميه وما شاء الله تقدر تشد لنا حتى سمانه. بسم الله. واش نحتاجو في الوصفه تاع نهار اليوم؟ في الريسبيور تاعنا درت حبه بيض بدرجة المطبخ، ودرت حوالي نصف كاس تاع سكر حبيبات، ودرت عليه خلطت مليح البيض مع السكر حتى يتجانس لنا مليح. شوفوا البنات، اللي انا نخلط البيض مع السكر كما راكم تشوفوا حتى يتغير اللون تاعو، نحسوا بلي السكر الحبيبات دابنا. نزيد عليه حوالي كاس وزائد 2 مغارف 3 مغارف تاع زيت المائدة عادي، كاس زائد 3 ملاعق تاع زيت المائدة، ونخلطوا مليح الزيت مع السكر مع حبة بيض تاعنا حتى يتجانسوا لنا مليح ويدخل الزيت معاهم وتولي عندنا قوام كريمي. ونزيد لهنا خياتي، نزيد عليه حوالي كاس ناقص ددوة تاع حليب دافي. تقدروا ديروا البن، تقدروا ديروا ايضا حوالي علبة تاع ياغورت طبيعي. انا حبيتها وصفه اقتصاديه بمكونات يكونوا موجودين في كل بيت خياتي كيما كانوا يديروها لنا زمان. لهنا درت عليها قريصه تاع ملح، ونسيت باش نقول لكم ديروا لافاني او قشور الليمون. هنا شوفوا البنات واش جبت لهنايا. انا ما نحبش هذيك البسبوسه اللي تجي معجنه الداخل ولا تجي كلي عجين فقط. لهنا درت هذا السميد تاع القلب اللوز، السميد الخشين تاع قلب اللوز اللي تجي الحبيبات تاعو خشينه. ما ديروش سميد رطب ولا ديروا السميد هذاك المتوسط اللي رايح للرطب، لا لا، ديروا هذا الخشين باش تجينا الذوق تاع القلب اللوز. لهنا خياتي باش ما نخرجش من الموضوع، درت كيس ونصف تاع خميره الحلويات، يعني درت 15 غرام خميره الحلويات. نخلطوهم مليح. شوف القوام مازال خفيف. لهنايا واش ندير؟ نجيب السميد نفسه هذاك الخشين حوالي 4 ملاعق، ونجيب السيار تاعي نصيرو، نهبط هذاك شويه اللي يكون شويه رطب شويه متوسط، ما يكونش هذاك الخشين بزاف. راني زوميت لكم لهنا باش تشوفوا. شوفوا هبط غير هذاك الخفيف، والخشين خليته في الصفايه تاعي في الغربال. لهنا زعما نديرو ليكيليبر، درت كاس خشين كومبلي هكاك ودرت 4 ملاعق صيرتهم. هاكو تشوفوا الخشين خليته في الصيار تاعي، وهذاك اللي يجي رطب شويه اللي يجي متوسط هبطته. وندير ايضا نصف كاس تاع فرينه. لهنا درت اقل من نصف كاس، ومن بعد كذا زدت 2 ملاعق كبار بومبي تاع فرينه، ما يعادل نصف كاس فرينه. هذوك تشوفوا خياتي كل واحد السميد تاعو، ملاحظه خياتي كل واحد والسميد تاعو مالكيه حتى نتحصلوا القوام اللي رانا حابين عليه، ما يكونش جاري وما يكونش هذاك ثقيل بزاف. شوفوا خياتي المغرفه الاولى الزاويه راحت كما شفتوا، ونزيد عليها المغرفه الثالثه. معناها درت نصف كاس تاع فرينه. بهذه الطريقه خياتي ندخل الفرينه مليح والسميد في البسبوسه تاعي الله الله حتى يولي عندنا خليط متجانس. شوفوا البنات كيف ولنا خاطر كي ندير الخيط، هاي شوفوا نكتب 8 تقعد لي 8 مرسومه باش تهبط لي. اذا ما درتلكمش هذا الخيط البنات اللي يبان في الصوره معناها راهو خليط بزاف جاري. ملاحظه هاني خياتي، لهنا جبت السنيوه تاعي دهنتها مليح بالزبده كما راكم تشوفوا، ومن بعد ندير عليها السميد. ما ندهنوهاش بالزيت، لا لا خياتي ندهنوها بالزبده باش تجينا هذاك البنه اللي تجي روعه روعه. ولا نقدروا ايضا ندهنوها بالسمن عفوا. نفرغ الخليط تاعي كامل في السنيوه تاعي، ولا هنا كنت شعلت الفرن على 180 درجه كيما راكم تشوفوا هكا البنات. نهبط كامل الخليط تاعي في السنيوه، ومن بعد نخبط السنيوه تاعي فوق البوطاجي، معناها خرج كامل فقاعات ويتساوى الخليط. ندخلوه يطيب على 180 درجه. كي تشوفوه تحمر لنا في الحواشي نشعلوا عليه من الفوق تحمر. شوفوا البنات البسبوسه اللي جات من يديكم جات الشهي والريحه روعه روعه. لهنا خياتي باش نعرف طيب الشربات، درت كاس تاع سكر وزوج كيسان ماء، ودرت طرونش تاع ليمون كما راكم تشوفوا. طرونش ليمون ديروا بنه واو روعه. لهنا خياتي خليتها
حتى دفات مليح وزينتها بنوتكم كلها الله كيما راكم تشوفوا، وقطعتها شاهدكم في الجنه البنات. ان شاء الله لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم ينال اعجابكم، وتجربوا الوصفه تاعي تاع نهار اليوم وتخلوا لي في التعليق على بالي. شوفوا البنات القوام تاعها بزاف بنينه. شتي على قولكم نديروا سميد الخشين، خاص سميد الخشين يجي حبه واقفه. لو كان نديروا سميد رطب ولا متوسط هذاك اللي رايح له رطب يجينا معجن بزاف للداخل. هذه هي البنات الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. نال اعجابكم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كل حقتوا لهنا يا خياتي، ما تنسونيش بالدعاء وتنسونيش بالجام ولي كومونتير. السلام عليكم.